النوع التالت اللي انا بحبه الصراحه النرجسي الحزين. قلبي عندك يا ضنايا، اسم الله يا اختي افتحي يا نوسة. النرجسية أو الإيجو مش مجرد غرور أو ثقة زيادة في النفس زي ما الناس فاكرة. ده اضطراب نفسي بيخلي الشخص يعيش في عالم بيتمحور حواليه هو بس، عايز الإعجاب، ما بيحسش بالغيره وبالناس اللي حواليه. لو حد عارضه في حاجة ممكن عادي جدا يدمر له حياته. والسينما قدمت لنا شخصيات نرجسية بطرق مختلفة، كل واحد فيهم بيقدم جانب من الاضطراب ده. في النرجسي الشارمينج أو الساحر، الشخصية دي تعرف إزاي تسحر بالناس اللي حواليها بكاريزمتها بشخصيتها القوية، لكن من جواها شخصية مهووسة بنفسها تماما وما بتشوفش حاجة غير مصلحتها. زي جوردن في وولف فول ستريت، شخصية عبقرية جدا، مالك الإقناع، بس عايش لنفسه بس، وملوش على أي حد وبيستغل أي حد بس عشان هو يفضل في القمة. I have to face my problems. I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. أو توني ستارك مثلا في ايرون مان، عبقري ومبدع بس مهووس بصورته قدام الناس، ده اللي بيخليه يتصرف تصرفات أنانية. Oh no, thank you. No. في النرجسي القاسي، هدوس على كل اللي في طريقي. الشخصية دي عندها عطش مرعب للسلطة والتحكم، زي بريندا في ذا ديفل ويرز برادا. What's that? الزعيمة ما عندهاش قلب، شايفة نفسها في الكل، لازم الكل يسمع كلامها وينفذ أوامرها من غير أي اعتراض. أو فرانك في هاوس اوف كاردز، سياسي مستعد يعمل أي حاجة علشان يفضل في القمة حتى لو هيدمر أقرب الناس اللي حواليه. From this moment on, you are a rock. You absorb nothing, you say nothing, and nothing breaks you. النوع التالت اللي انا بحبه الصراحه النرجسي الحزين. انا محدش فاهمني والدنيا كلها جايه عليا، هو ضحيه بس في الحقيقه هو كل اللي بيعمله ده لمجرد لفت الانتباه باي طريقه، زي آثر مثلا في الجوكر. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne cried about them on TV? شخص بيحس ان هو مرفوض من المجتمع كله، بدل ما يواجه مشاكله بيقرر انه يكون الجوكر علشان كل الناس تشوفه. I'll tell you what you get! Call the police! Get what you fucking deserve! أو ريجلاند في بيردمان، ممثل صادق بيحاول يرجع للأضواء وعنده هوس بإنه يثبت نفسه حتى لو هيدمر نفسه. This is not important. It's important to me. Okay? Maybe not to you or your cynical friends whose only ambition is to go viral, but to me, this is, my God, this is my career. طيب هل النرجسيين خطر عليك في دايرتك الحياتية ولا لأ؟ هم خطر ومش خطر، هم خطر لو أنت جاهل بتصرفاتهم، مش خطر لو انت عارف اسباب تصرفاتهم دي ايه وبالتالي تقدر تتجنبها. طيب الحل ايه وازاي تتعامل مع الاشخاص دي؟ لازم تكون حذر جدا في التعامل معاهم، لان هم ممكن يستغلوك علشان مصلحتهم وبالتالي انت اللي هتخسر. يعني حاجه تانية، انت ما تدخلش معاهم في لعبه الاعجاب دي، ما تعترفش بيهم او بحاجه كويسه هم عملوها، لان ده بيغذي غرورهم جدا والموضوع مش صحي. بس وفي الاخر خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من اللي حواليكم، خلي بالكم من صحتكم، خلي بالكم من دماغكم. في كتير مؤذي ومتعب ومهلك بيسبب لك ألم واحباط واكتئاب وانت ما تعرفش ايه السبب. ما بقولش ان احنا بنحكم على الناس، ما بقولش ان احنا نسيب العلاقات دي كلها، بالعكس كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا مشاكل، بس لازم تبقى مدرك، لازم تبقى عارف ازاي تعمل المشاكل دي. ما تسيبش الدنيا هلهلي كده.